ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن واحد من اعمق واغرب واجمل انواع الروابط الروحية اللي ممكن الانسان يمر بيها في حياته. النهاردة هنتكلم عن توأم الشعلة. مين هو؟ ازاي تعرف ان الشخص ده هو توأمك؟ ايه اللي بيحصل لما بتقابله؟ وليه العلاقة دي بتكون مربكة جدا رغم انها مليانة حب؟ كل ده هنجاوب عليه بالتفصيل، وكمان هقولك ازاي تتعامل مع توأم الشعلة بشكل واعي يخلي الرحلة دي تفتح لك أبواب النمو والشفاء. يلا بينا نشوف مين هو توأم الشعلة. توأم الشعلة هنا هو النسخة التانية من روحك، يعني روح واحدة اتقسمت لنصين، كل واحد منهم نزل في جسد مختلف. لما بتقابله بتحس كأنك عرفت الشخص ده من زمان، بتحس بعمق رهيب في التواصل. ممكن تكونوا مختلفين ظاهريا بس أرواحكم بتكمل بعض. صفات توأم الشعلة ايه؟ بيكون في بينكم تواصل غير منطوق. يعني ايه؟ يعني بتحس بيه، بتحلم بيه، بتجيلك رسائل في الحلم او حتى في الواقع. دايما في بينكم شد وجذب، يوم حب قوي ويوم هروب. ممكن يكون في فرق في العمر، الدين، المكان او حتى الحالة الاجتماعية. بيطلع لك كل الحاجات اللي محتاجة شفاء جواك. يعني العلاقة مش دايما مريحة، لكنها عميقة وبتغيرك. وجوده بيحرك عندك الصحوة الروحية. ممكن تبدأ تهتم بالوعي، بالتأمل، بالطاقة، بالأحلام، حاجات مكنتش بتهتم بيها قبل كده. طيب، مراحل علاقة توأم الشعلة. أول حاجة هنا اللقاء الروحي. بتحس انك اخيرا قابلت الشخص اللي روحك كانت بتدور عليه. الانجذاب الجنوني، بتحس انك مش قادر تبعد عنه حتى لو عقلك مش فاهم ليه. الهروب والمطاردة دايما، في طرف بيهرب والتاني بيفضل وراه، وده مش ضعف، ده جزء من الشفاء. رابع حاجة هنا هي الانعزال والشفاء الذاتي. كل طرف بيتسحب بعيد علشان يشفي جروحه. خامس حاجة النمو الروحي. كل ما كل واحد يشتغل على نفسه العلاقة بتتوازن اكتر. الاتحاد او السلام الداخلي، سواء حصل لم شمل فعلي او لا، بتوصل لسلام جواك وتفهم ان العلاقة دي كانت باب لشفائك الروحي. طيب، ازاي تتعامل مع توأم الشعلة؟ اول حاجة هنا ان انت لازم تفصل بين الروح والعقل. العلاقة دي روحانية بس مش دايما منطقية. تاني حاجة، ما تحاولش تسيطر على توأمك. توأمك مش جاي علشان يكون شبهك، هو جاي علشان يعكس لك اللي محتاج تعمله جواك. تالت حاجة، اهتم بنفسك. كل ما تحب نفسك اكتر كل ما العلاقة تتحسن، لانكم مراية لبعض. رابع حاجة، ما تتعلقش بالمستقبل، ركز على اللحظة.
العلاقة دي مش دايما نهايتها زواج، بس دايما نهايتها شفاء. خامس حاجة، خليك واعي لما يحصل انفصال. اسأل نفسك العلاقة دي بتوريني ايه؟ انا محتاج اشفي ايه؟ سادس حاجة هنا، اتأمل. التأمل حلو جدا بالنسبة لك. اكتب، خليك قريب من طاقتك الروحية، لان العلاقة دي طاقة قبل ما تكون واقعية. طيب ايه اهم العلامات ان الشخص ده هو توأم الشعلة؟ بتحس بوجوده حتى لو مش موجود حواليك. بيحصل ان انت بتشوف ارقام متكررة، اغاني، رسائل من الكون، تزامنات غريبة بتحصل لك. العلاقة بتطلع اجمل واسوأ ما فيك علشان تشفيه. مفيش حب تاني قادر يخليك تواجه نفسك بالشكل ده. نصايح للناس اللي لسه في الرحلة، ما تتوقعش ان العلاقة دي سهلة، بس برضو ما تستسلمش. انت مش مجنون، انت بس في رحلة روحية قوية جدا. لو الشخص فعلا توأمك مش هتحتاج تثبت له روحك، مش هتحتاج تثبت له اي حاجة. هنا روحك هي اللي بتتكلم بدل كلامك. اشتغل على نفسك وهو كمان هيشتغل، لان ارواحكم متصلة ببعض. لو انفصلتوا ما تحزنش، كل حاجة بتحصل لسبب، والشفاء بيبدأ من عندك. واخيرا عايزة اقول لكم ان علاقة توأم الشعلة مش جاية علشان تفرحك بس، دي جاية علشان تطهرك، علشان تساعدك تطلع من النسخة القديمة لنفسك وتوصل لأعلى طاقة حب وسلام داخلي. ولو لسه بتدور على توأمك، ابدأ من دلوقتي انك تكون النسخة اللي تستحقها. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير مع اصحابكم. ولو حابين نعمل الجزء التاني ونتكلم عن توأم الروح، اكتبولي تحت في الكومنتات. بحبكم كتير، انا بعتلكم من قلبي طاقة حب وسلام ونور. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام يا احلى الحلوين.